أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيباتي متابعات قناة الحياة حلوة مع أم علياء. أهلا بكم. النهاردة الروتين تحفيزي جدا جدا. قررت وأخيرا وبناء على طلبكم وبناء على طلب الأولاد، بما إن الجو بدأ شوية كده محتاج هواء طلق وداخلين كمان على الأجازة، فحبيت إن أنا أهيئ السطح وأجهزه علشان داخلين خلاص على الأجازة كلها. يعني 15 يوم أو حاجة وناخد الأجازة إن شاء الله. علشان كده قررت ان انا اطلع النهارده على السطوح واشوف عايز مني ايه، وهوريكم كمان التجديد اللي انا عملته فوق. عملت كده الغدا بتاعنا النهارده، عملت صينيه بشاميل، كان عندي عصاج في الفريزر طلعت عملتها بسرعه، وحمرت كده كام قطعه كده من الناجت واتغدينا. يعني اهم حاجه عندي ان انا اغدي الاولاد عشان اللي عنده دروس. وتعالوا نشوف الكركبه وايه اللي حصل على السطح وقلب كيانه. تمام حبايبي، بس قبل لما اوريكم كل حاجه واشرح لكم اللي حصل، في واحده كده حبيبه قلبي عايزه تقول لكم كلمتين من قلبها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كله بخير. النهاردة حابة اعرفكم بنفسي. انا يوميات جيجي، وحابة اشكر ام علياء انها اتاحت لي الفرصة اعرفكم بنفسي. بشكر ام علياء، شكرا ليكي يا ام علياء. انا يوميات جيجي طبعا، اتمنى تشرفوني، شرف ليا متابعتكم لقناتي. انا بقدم روتين تشجيعي جدا، روتين كله طاقة وحماس. وطبعا لو انا عندي جايبه منظمات او جايبه ادوات منزليه او جايبه منظفات بقول فيها رايي بكل صراحه. مستنياكم في قناتي يوميات جيجي. اشوفكم ان شاء الله على خير. حبيباتي اتمنى تقديرا ليا وتقديرا لجهد جيجي وتعبها في القناه فعلا، لانها انسانه تستحق وخلوقه جدا وشغلها حلو فعلا، وتستحق اننا نشجع قناتها. ان شاء الله باذن الله هتلاقوا الرابط بتاع قناه يوميات جيجي في التعليق المثبت. شجعوها حبايبي، شكرا على دعمكم لكل القنوات اللي بكلمكم عليها ان انتوا تدعموها. بصوا بقى، اول حاجه كنت السنه اللي فاتت هوريكم التغيير بقى والحاجات اللي كانت السنه اللي فاتت وكل الحاجات دي تلاشيناها السنه دي. اول حاجه طبعا السطح مهجور بقاله شهور، ما بنطلعش هنا خالص، والحمام غير مستخدم تماما. عملنا هنا الحمد لله شباك زي ما انتوا شايفين، ده كان ناقص برضو السطح، وشباك المطبخ اللي انتوا شفتوه علشان بقى الحشرات وعلشان احمي المطبخ اكتر. لان لما كان بيبقى عندي اكل او اي حاجه وانا نازله لازم اخده ولازم اغطي كل حاجه، وكنت باخد مجهود جامد في تقفيل المطبخ لما كنت بطبخ فوق واعمل قعدات وكده، فكنت بتعب قوي، وده لازم اخده وانا نازله وده اخده تاني وانا طالعه. ولكن وجود شباك وتقفيل المطبخ باحكام هيخليني استخدمه بسهوله السنه دي. ما شاء الله، بوريكم الجو عامل ازاي، وتعالوا نشوف المطبخ كان عامل ازاي السنه اللي فاتت علشان الناس اللي لسه متابعيني جداد في القناه. اولا حبايبي، ده كده خدت منطقه كده من السطوح قفلتها، عملت فيها مطبخ بالطريقه دي، وما كانش كلفني حاجه خالص. حله الحوض دي كانت موجوده عندي اصلا، والرخامة دي كانت مكلفاني وقتها، لو ترجعوا للفيديو مش عارفة يا بنات 120 أو 130 جنيه، مش كلفتني حاجة. والبوتاجاز المسطح ده كنت جايباه من سنتين ب250 جنيه، مش عارفة دلوقتي بكام. وكمان الحيط كان محتاج ان هو يتمحر، وهو ده الجديد اللي احنا عملناه. طبعا لما يكون في الطوب كده مباشر ما بيبقاش امان قوي، ممكن يبقى في فتحات في الحيط مش عارفة ايه، فما بيكونش امان. ودي قطعة كانت تحت كانت عندي الأول في مطبخي القديم، طلعتها هنا بحط فيها شوية حاجات بحفظها بأمان، شوية خزين كده يعني. وشايفين بقى الشباك كان من غير إزاز خالص يعني. طلعت بقى قعدت كده استعيد بقى قوايا هنا وانا قاعده. والله يا بنات عايزه اقول لكم ايه ده، وانا هعمل ده كله؟ انا مش قادره طبعا، الولاد في دروس واللي خلاص بداوا امتحانات، بس قلت ان انا هبدا اتشجع كده علشان ان شاء الله باذن الله هو ده المنفس الوحيد لينا والمكان اللي بنقدر نقضي فيه الاجازه.
مع الأولاد، وبنعمل نشاطات. اللي بيتابعني في الصيف اللي فات بنعمل نشاطات وحاجات حلوة بتفرح الأولاد يعني، لأن الخروج انتوا عارفين عشان تخرجي محتاجة وقت ومحتاجة مجهود ومحتاجة فلوس كمان، خلينا نتكلم بواقعية. فاحنا بنخرج برضو، ولكن بنحاول ان احنا نقتصد عن طريق ان احنا برضو نرفع عن نفسنا من جوه البيت. تيجي بقى الحاجات دي يا بنات لما الناس جم يمحروا الأوضة، ما كنتش أنا موجودة وقتها، هم طلعوا فراحوا شايلين الحاجات هيلا بيلا بعشوائية، ولما رجعوها هيلا بيلا بعشوائية. فشايفين المنظر عامل ازاي يعني. من بعد المحارة بقى كنا مشغولين أيامها، كان في أول تقريبا الترم التاني أو يعني كان في عز من احنا مشغولين برضه، مكنتش فاضية يعني. تعالوا بقى نخليه فل شمعة منورة واحنا كده بننضف. عايزين نقول كلام المهم اللي أهم من كل الحاجات اللي أنا بعملها دي، اللي بيطلع من قلبي وأنا فرحانة جدا وأنا بقول لكم فعلا، علشان حبايب قلبي اللي فعلا بيحبوا يستفادوا من الكلام ده، من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. عارفة لما يعني بتنقطع بيكي كل السبل وكل الطرق ان انت يبقى في حل المشكلة من مشكلاتك، انت تعرفي ان ديننا الحنيف في حل لجميع مشاكلنا الاجتماعية والنفسية والإيمانية وكل حاجة، بس لو التزمنا. عارفين يا بنات احنا لو حد قال لنا في وظيفة، الوظيفة دي هتشتغلي فيها كل يوم 12 ساعة وهتقبضي مرتب كذا، وتقعدي تشتغلي وتتعبي وتصحي من بدري، والمرتب ممكن يبقى مش الكبير قوي، بس اهو اي حاجة انا محتاجاها دلوقتي، فتقعدي تشتغلي وتجيبي الفلوس دي. طب لو حد قالك مثلا ان الصلاة الإبراهيمية او الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فيه رزق كبير وتفريج كروب وقضاء ديون ومغفرة ذنوب. على فكرة ممكن يبقى في حاجات عبادات في حياتنا بيبقى ثوابها في الآخرة، والناس بقى طبعا الطموح عالي هي اللي دايما تبص للآخرة، وللآخرة خير وأبقى. ولكن لو انت حتى بتبصي عايزة حاجة عاجلة في الدنيا وعايزة رزق وتشوفوا قدام عينيكي فوائد الذكر، هتلاقيه ملموس ومحسوس. انا مش عايزه اقول لك تجارب اخرين وروحي شوفي الناس عملوا ايه، وبصي واحده كانت اصل انقل يعني. احنا لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والحديث صحيح، فمش محتاجه ان انا اجرب، انا محتاجه ان انا اوقن وتمام العلم واليقين ان انا لو عملت كده هيحصل كده فعلا. كذلك هنتقل لنقطه تانية غير الصلاه الابراهيميه وفوائدها، وكم تغيرت حياه ناس بدرجه 360 درجه بفضل الله، ثم بفضل الصلاة الإبراهيمية. الصلاة الإبراهيمية يا بنات اللي هي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كرريها. في ناس بيقعدوا مثلا يقولوها بالمية، على حسب، بالألف، بالخمسين، بالعشرين، على حسب مقدرتك. ولكن لو قعدتي تعدي وتمسكي المسبحة ممكن تحسي بتقل شوية، او انك تبصي المسبحة مثلا ما عدتيش الا 5 في وقت كبير. فافضل حاجة، في ناس قالوا حددي لها وقت، يعني قول انا هقعد ساعة كاملة اردد الصلاة الابراهيمية، هقعد ربع ساعة اعمل الصلاة الابراهيمية، هقعد 10 دقايق. يا ست ابدأي ب10 دقايق لغاية لما لسانك يخف من ناحيتها، لان فعلا هي بتبقى عشان هي طويلة بقى محتاجة لسانك يتعود على الحروف بتاعتها عشان تلين معاك. عارفة لما اللسان بيلين فتبدأي تبقى سهلة عليكي، واخدة بالك؟ فممكن تبدأي ب10 دقايق وبعدين ربع ساعة وهكذا. طيب أنا دلوقتي يعني هروح لحاجة تانية برضو مهمة جدا جدا في حياتنا. والله العظيم يا بنات من أخت بتحبكم، مهما كانت عندك مشاكل في الرزق، في علاقتك بزوجك، في ولادك، في وساوس، اكتئاب، نفسك تقربي من ربنا ومش عارفة، حاسة انك مغلغلة، بتشوفي كوابيس، حياتك فيها ضيق، فيها مشاكل مع الآخرين، حاجات كتيرة قوي بتعاني منها، التزمي سورة البقرة. هو الكلام ده احنا بنقوله عن تجربة ولا عن يقين وعن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يا بنات لما يقول لنا ايه؟ اقرأوا البقرة. ليه بقى؟ فإن أخذها بركة وتركها حسرة. يعني ايه بركة؟ بركة في ايه؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث حدد لنا نوع من أنواع البركة يا بنات؟ والله ما حدد، سابها بركة عامة بقى. شوفي بقى بركة في كل شيء في حياتك، في نفسك وصحتك وأولادك وبيتك وعبادتك ومالك وشغلك وحياتك وصحتك وعافيتك ووقتك، بركة في كل شيء. وتركها ايه يا بنات؟ حسرة.
وخاصة يا بقى لما واحد يبقى متعود عليها. في واحدة كانت بتحكي بتقول تعهدت سورة البقرة وقعدت تقرأها كل يوم كل يوم كل يوم، لغاية لما لقيت شيخ بيقول ايه ده قراءة سورة البقرة يوميا بدعة، لان ده مش ورد في السنة وكده. فبتقول والله من يوم ما تركت سورة البقرة يوميا وقلت خفت انها تكون بدعة، حياتي انقلبت رأس على عقب من تاني، وحياتي اتبهدلت اكتر من الاول، وجيت ارجع لها تاني حسيت بصعوبة شديدة، وبتجاهد عشان ترجع بعد ما اتعودت خلاص بقت كل يوم بتقرأها كده ما بتاخدش منها وقت وبقت عادة بالنسبة لها كل يوم تقرأها. بتحكي على الخيرات اللي حصلت في حياتها لا يتصورها حد من حد كانت حياته محطمة، وازاي حياتها اتغيرت وبقى فيها بركة في كل شيء. اول ما سابتها بتقول حياتي رجعت تاني تتلخبط، علشان ارجع لسورة البقرة تاني خدت مجهود كبير علشان تقدر ترجع لها تاني. فعلا تركها حسرة. واهم حاجة ولا تستطيعوها البطلة. عارفين طبعا قصص الاسحار، ولما حد كان مثلا ساحر وتاب يقعدوا يحكوا يقولوا كان في سحر نحاول نعمله لحد معين يقابلنا ونطلب حاجات كتير وكل اركان السحر مكتملة والسحر، ويبعت كذا خادم والحاجات دي ما تتمش خالص. ليه؟ يقعدوا يسألوا عن صاحب ما هو يتسحر ان هو بيقرأ سورة البقرة. يبقى ولا تستطيعوها البطلة. هل الساحر اللي حكى القصة هو اللي اثبت لنا ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تستطيعوها البطلة اللي هم السحرة، مهما يعملوا حد بيقرأ سورة البقرة محدش هيقدر عليكي خالص. بالناس بقى اللي بتخاف من الاسحار وحد يحط لها وحد يعمل لها، حافظ على سورة البقرة. سورة البقرة فيها إعجاز قرآني. اقرأي وتدبري سورة البقرة قبل لما تبدأي تقرأيها يوميا أو على حسب ما تقدري، تدبريها واعرفي معاني سورة البقرة علشان فعلا تقدري تربطي الآيات ببعضها وتستفيدي فعلا من المعنى العظيم، وليه هي سورة عظيمة وليه فضلها كبير قوي كده. تمام تمام حبايبي. اتمنى ان انا النهارده اكون وصلت لكم كلام من قلبي هنقدر نحل بيه مشاكل كتيره قوي في حياتنا، سواء كانت حياتيه اجتماعيه ماديه ايمانيه. بالحاجتين دول لو التزمتي بيهم، بس التزم بيهم بس مبدئيا، هتلاقي فتوحات كتيره قوي بتتفتح عليكي في حياتك. خلصنا السطح بتاعنا، انتظروني الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله باذن الله حبايبي. بقى نبقى نبدا كده بقى في سلسله فيديوهات حلوه قوي الفتره الجايه. ادعوا لي يا بنات بالله عليكم ان انا استمر. انا محتاجه دعائكم جدا، لما بقول لكم لا تنسونا من دعائكم انا فعلا محتاجه دعائكم. شكرا ليكم ولثقتكم الغاليه، شكرا لمتابعتكم الكريمه، شكرا لتشجيعكم لقناه الحياه حلوه مع ام علياء. يسعدني جدا تقديركم ليا. عايزه اقول لكم ما تنسيش تروحوا عند قناه يوميات جيجي، الرابط في التعليق المثبت، ده بيفرحني وبيسعدني، بحس ان تقديركم ليا انكم تقدروا اصحاب القنوات اللي انا بدعمهم. دمتم في امان الله حبيباتي ومحباتي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.